لو قررتِ تعملي صبغة لشعرِك أو treatment ففي حاجات معيّنة جدًا لازم تاخدي بالِك منها كويس جدًا، وده عشان شعرِك ما يتقصّفش وما يتكسّرش. وأول خطوة في روتين الشعر طبعًا هي الشامبو، فلازم تختاري شامبو يكون مناسب ومخصص للشعر المصبوغ أو اللي معمول له treatment. الشامبو ده كده من Zero Vibe بينضّف كويس وفي نفس الوقت مش هيجهد الشعراية أو ينشّفها. وعلى الأقل مرة في الأسبوع hair mask يكون كمان بيقوي الشعراية ويرطبها ويكون قوامه فعلا بيغذي الشعراية من جوه. وبجد أرشح لكم سيرو بايب هير ماسك بيتحط من 3 ل5 دقايق على الشعر. القوام بتاعه ومكوناته بجد غنية جدا وبتقوي الشعراية. بصوا القوام بتاعه تقيل ازاي، فبيدي تقوية مش طبيعية للشعر. احنا كده خلصنا الشاور. بعد الشاور بقى عايزين سيرم او ليف ان يكون بيحبس الترطيب حلو قوي، في مكونات بتقوي الشعر. ويا سلام بقى لو في حاجة بتعمل لمعة عشان تخلّي شكل الشعر healthy أكتر. وبجد باحب أوي السيرم ده من سيرو بايب، لإن هو قوامه سيرم زيتي كده، فبيدّي لمعة حلوة أوي، بيقلل الهشام بطريقة مش طبيعية، وكمان بيقوي الشعراية لو أنتِ عاملة صبغة، عاملة treatment، لو أصلًا already شعرِك ضعيف، فبيقويه بشكل حلو أوي. شاركوني بقى أنتم كمان تجربتكم لو عملتوا صبغة أو treatment شعر.